اليوم وأنا قادم من قلب غزة الحبيبة، أحمل في صدري قصصا عن الألم والأمل، وأحمل في قلبي رسالة لكل واحد منكم. لقد عشت في غزة، تلك البقعة الصغيرة على خريطة العالم، لكنها تحمل من العظمة والصمود ما تعجز عن وصفه الكلمات. شهدت في الحرب كيف تتحول لياليها إلى نهار مليء بالدماء والنار، وكيف يصبح اللعب على أنغام الضحكات مجرد ذكرى، وحل مكانه صوت الرذائف والانفجارات. عندما نتحدث عن غزة فإننا نتحدث عن أرض لا تنحني، عن شعب لا يستسلم، عن أطفال يحلمون رغم الألم، عن أمهات يصنعن الحياة من بين الركام، وعن شباب يوزعون الأمل في كل زاوية، وعن مقاومة تصدت لآلة الحرب الصهيونية بقوة إيمانها. وأنا اليوم في تونس بينكم، أرى في وجوهكم الأمل، وأشعر بدفء التضامن الذي طالما كان بين شعبي وشعبكم الكريم. أنتم إخوتنا وأحبتنا، وصوتكم معنا يسمع العالم أن غزة ليست وحدها. رسالتي لكم أن تكونوا سفراء للسلام والحق، أن تنقلوا للعالم أن الحياة في غزة تستحق أن تعاش، وأن أطفال غزة يستحقون مستقبلا أفضل. ختاما، شكرا دولة تونس ممثلة برئيسها وشعبها على استضافتكم لجرحى غزة، وشكرا على احتضانكم لي ودعمكم لشعبي. لنتذكر دائما أن الإنسانية هي ما يجمعنا، وأن الأمل هو ما يدفعنا للمضي قدما حتى تشرق شمس الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله.